السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. جبت لكم طريقة تفريز التمر الرطب لمدة سنة، يعني يبقى للموسم المقبل إن شاء الله، يعني عادي ما يخرب ولا عليه أي شيء. خليكم وياي شوفوا طريقة شلون بتفريز الرطب. وحابة أشكر كل أصدقائي وصديقاتي على تعليقاتهم الحلوة وعلى دعمهم إلي. تحياتي لكم جميعا. خليكم ويا الفيديو شوفوا طريقتنا شلون تفرز الرطب. طبعا هذا الرطب من البستان مالتنا، يعني ما مشترينا من البستان مالتنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي حافظات جبتهم جاهزة، جاي أكمله يعني. هاي هنا أنا كملت تقريبا نص من عنده بالحافظات، قسم منهم كبار وقسم منهم صغار. خليه بالفريز، يعني بالفريز المجمدة. هاي هيش طريقتنا بدون أي مواد حافظة وبدون أي شي، وطريقة ناجحة. ومن نطلعه من التفريز يطلع كأنه اليوم جايبيه يعني من مكانه، يطلع مثل الطازج، يعني ما شاء الله. احنا كل سنة هيك هاي طريقتنا نفرزه ما شاء الله، وطريقة كلش ناجحة، يعني بدون أي شي